عندنا في الألماني الفعل هو أساس الجملة، لو معرفتش تصرف الفعل يبقى ما عندكش جملة ومش هتعرف تتكلم ألماني. في الفيديو ده هنصرف أي فعل صح مع كل الضماير، مفيش حفظ مفيش تعقيد، وهتفهم القاعدة وتمشي عليها طول عمرك. مبدئيا كده يا صديقي، أي فعل في الألماني بينتهي بإن. على سبيل المثال كومن، كاوفن، لينن، شبريشن، أي فعل هتلاقيه بينتهي بإن. طب احنا هنصرفه ازاي؟ سهل خالص، بنشيل الاي ان ونصرف الفعل على حسب الضمير. بس ما تقلقش، هنعرف ده كله مع بعض. مستعد؟ يلا بينا. اول ضمير معانا يبقى ايش. ايش يعني انا. الايش دايما بنشيل الاي ان في اخر الفعل ونحط ايه بس. على سبيل المثال عندنا فعل ماخن، هيتصرف مع الايش هتبقى ايش ماخي كافيه. ايش ماخي كافيه يعني انا بعمل قهوة. الفعل التاني معانا فعل لانن. لانن يعني يتعلم، هيتصرف مع ايش هتبقى ايش لاني دوتش. ايش لاني دوتش يعني انا بتعلم الماني. الضمير اللي بعده معانا دو. دو يعني انت. دو دايما بنشيل اي ان ونحط اس تي. اي فعل بيجي مع الدو بنشيل الاي ان ونحط مكانها اس تي. ثم بيشبيل معانا فعل كومن. كومن يعني ياتي، هتبقى دو كومست اوس ايجيبتن. دو كومست اوس ايجيبتن يعني انت جاي من مصر. فعل معانا بعد كده فعل لين، هيتصرف مع الدو هتبقى دو لانست دوتش. دو لانست دوتش، شلنا الاي ان وحطينا مكانها اس تي. اي فعل يجي مع الدو بنشيل الاي ان ونحط مكانه اس تي. بعد كده معانا 3 ضماير، دول بياخدوا نفس التصريف في اي فعل، اللي هما ايه هو، وزي هي، واس للمحايد اللي هو لا مذكر ولا مؤنث. ال3 ضماير دول اي فعل بيجي معاهم بنشيل الاي ان ونحط تي. ثم بيشبيل Er kommt aus Ägypten. Er kommt aus Ägypten يعني هو جاي من مصر. oder sie lernt Deutsch. sie lernt Deutsch يعني هي بتعلم ألماني. شلنا دي ان وحطينا مكانها تي. بعد كده معانا الضمير wir. wir يعني نحن. الضمير ده سهل جدا لأن الفعل بيجي زي ما هو، ما بيتغيرش فيه حاجة. تصريف أي فعل مع الضمير wir بينزل زي ما هو. ثم بيشبيل عندنا فعل جين. جين يعني يذهب. ثم بيشبيل wir gehen spazieren. wir gehen spazieren يعني احنا رايحين نتمشى او ذاهبين للتنزه. الفعل اللي بعده معانا فعل arbeiten. arbeiten يعني يعمل او يشتغل. ثم بيشبيل wir arbeiten zusammen. wir arbeiten zusammen يعني احنا شغالين مع بعض. الضمير اللي بعد كده معانا ضمير er. er يعني انتم. بنصرف الفعل مع الضمير ايه بنشيل الاي ان ونحط تي. بنشيل الاي ان ونحط تي. ثم بيشبيل معانا فعل لانن. لانن يعني يتعلم، هتبقى er lernt Deutsch. er lernt Deutsch يعني انتم بتعلموا الماني. الفعل معانا بعد كده فعل machen يعني يفعل. ثم بيشبيل er macht das gut. er macht das gut يعني انتم بتعملوا ده كويس. الضمير اللي معانا بعد كده ضمير زي. زي دي زي الاحترام لحضرتك او لحضراتكم. الضمير ده سهل جدا لان الفعل برضو بينزل زي ما هو، بيتغيرش فيه حاجه، بيتصرف مع الضمير زي يبقى زي ما هو ونغيرش فيه حاجه. ثم بيشبيل معانا فعل كومن يعني ياتي، هتبقى زي كومن اوس دوتشلاند. زي كومن اوس دوتشلاند يعني حضرتك جاي من المانيا. الفعل معانا بعد كده فعل لانن يعني يتعلم. ثم بيشبيل Sie lernen Deutsch. Sie lernen Deutsch يعني حضراتكم بتعلموا ألماني. لو القاعدة وصلت معاك وفهمتها لحد هنا اكتب كومنت. يبقى القاعدة كالآتي يا صديقي: الإيش بتاخد إيه بنشيل إن ونحط إيه. الدو بتاخد ST بنشيل إن ونحط ST. الإيه والإس والزي بتاخد تي. الفيا الفعل بينزل زي ما هو. الإيه أنتم بنحط تي بنشيل ان ونحط تي. زي الاحترام حضرتك او حضراتكم الفعل برضو بينزل زي ما هو. احفظها على كده ورتبها هتلاقي الافعال كلها ظبطت معاك. للتذكرة حابة اقولك ان في فعلين التصريف بتاعهم بيختلف تماما عن كل الافعال اللي قلناها ديت مع كل الضماير، هنتكلم عنهم في الفيديو الجاي ان شاء الله. ولو وصلت لحد ما تنساش تصلي على النبي وتعمل اشتراك ولايك وتفعل زر الجرس عشان اللي جاي اقوى باذن الله. سلام.